اهلا بيكم. اول حاجه هنبدا نجهزها في الكنافه بتاعتنا النهارده هي تجهيز الشربات. على النار هنحط 3 كوبايات من السكر، معاهم كوبايتين من الميه، وهنضيف عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، ونسيب الخليط بقى لحد ما يغلي على النار. وبعدين هنضيف عليه عصرة ليمونة، ونهدي النار تماما لمدة 5 دقايق لحد ما الشربات يستوي معايا. هطفي عليه واسيبه لحد ما يبرد. هبدأ بقى اجيب معايا هنا نص كيلو كنافة متفرزنة، هبدأ كده افركها لحد ما تبقى شعيرات كده بالحجم ده، تتفرك معايا بسهولة وهي مجمدة. ممكن كمان تحطوها في الكبة. نزلتها على مفرش سيليكون وحطيت عليها 4 معالق كبار من السكر بودرة او نص كوباية. هبدأ كده اغلغل السكر مع الكنافة كويس جدا، وبعدين هضيف عليهم كوباية من السمنة السايحة. وياريت هنا الكنافة تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان السمنة ما تقفش معاها وتندمج معاها بسهولة. هبدأ كده برضو افركها معاها كويس جدا لحد ما تبقى معايا بالشكل ده، واحس ان هي اتغلفت بالسمنة كلها. هنا بقى معايا صينية مقاس 30 في 40 او اي صينية متاحة عندكم. هحط فيها الكنافة بعد ما اكون دهناها بطبقة كويسة من السمنة. هفرد الكنافة كويس جدا واتأكد ان هي مغطية قاع الصينية كله وان هي كلها ارتفاع واحد. هبدأ كده اضغط عليها الاول بايدي، وطبعا بكون مقسمة الكنافة معايا لجزئين عشان تبقى متقسمة معايا بالتساوي، جزء في قاع الصينية والجزء التاني بعد الحشوة. هنا بقى جبت صينية نفس المقاس، او تقدروا تجيبوا اي حاجة تضغطوا بيها على الكنافة بالشكل ده. وفي المرحلة دي هبدأ ان انا اجهز الحشوة بتاعتي. معايا 3 كوبايات ونص من اللبن، و4 معالق كبار من بودرة الكاستر، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقتين كبار من القشطة. اول حاجة هضيف نص كوباية من اللبن على بودرة الكاستر واقلبهم كويس جدا، واتاكد ان مفيهاش اي تكتلات وان هي دابت معايا بشكل كامل. وبعد كده هسيبها على جنب، وهجيب باقي كمية اللبن هضيفهم في الكسرولة بتاعتي، وهضيف معاهم السكر، وهرفعهم على النار مع استمرار التقليب لحد ما السكر يدوب معايا واللبن يغلي. وكمية السكر هنا اختيارية، ممكن انتوا تزودوها على حسب الرغبة او انتوا تكتفوا بالمقدار ده. هنا بقى ضفت الكاستر مع استمرار التقليب على النار، وبعد كده هضيف معلقتين القشطة مع استمرار التقليب، وبعد كده هطفي عليها وبرضو هفضل اقلب عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات معايا. بسيبها تهدى حاجة بسيطة، وبعد كده ببدأ ان انا اضيفها على الكنافة، بضيفها واحدة واحدة. طبعا لو الصينية بتاعتي ليها سور يعني ليها سور شوية، هعمل سور بالكنافة تبع الطبق اللي تحت. اما لو زي الصينية اللي عندي سورها منخفض، فهحاول ان انا اخلي الكاستر ما يوصلش للحواف. هنا ضفت الجزء التاني بعد ما الجزء الاول كان مسك شوية معايا، وبسيبه لحد ما يبرد خالص ويتماسك بالشكل ده كده. هبدأ بقى ان انا اضيف الجزء التاني من الكنافة، وزي ما انتم شايفين سايبة الحواف بعيدة عنها الحشوة بتاعتي عشان الكاستر ما تحرقش معايا في الفرن. ببدأ اول حاجة ان انا اضيف الكنافة على الحواف بالشكل ده كده، بعدين حاملة بقى كل الجزء اللي في النص، واتأكد برضو ان انا مليت كل الفراغات وان كله بقى سوا واحد. وطبعا عشان الحشوة بتاعتي كانت تماسكت، هقدر ان انا اضغطها بس مش هضغط جامد قوي يعني، بس الى حد ما هقدر ان انا اسوي الكنافة بتاعتي. وفي الوقت ده بكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. بدخلها بقى على الرف اللي في النص، بس قبل ما ادخلها الفرن هدهنها كده دهنة سمنة خفيفة، سمنة سايحة. واول ما احس ان هي استوت من على الحواف او اخدت لون من على الحواف، هشغل عليها الشواية تحمر من فوق بالشكل ده كده. وهي سخنة والشربات بتاعي بارد، هنزل عليها بالشربات، بغطي الطبقة اللي فوق دي كده كلها. وبعد كده هبدأ ان انا بقى اقلبها عشان اسقيها من الناحية التانية، لان الحشوة بتاعتي هنا حشوة الكريمة بالذات بتبقى حائل بين الطبقة اللي فوق من الكنافة والطبقة اللي تحت. طبعا هنا عشان مقاس الصينية بالظبط فجت على جنب شوية مني، بس برضو بنظبطها ما تقلقوش يعني ان هي لما بتتقلب مش هيحصل فيها اي حاجة. هنا بقى سقيتها من الجنب التاني،
وببدأ كده اوزع الشربات وبسيبها لحد ما تتشرب وتهدى معايا، وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها. وطبعا الشربات برضو على حسب الرغبة، انا عن نفسي بحب الكنافة تبقى طرية ومقرمشة في نفس الوقت. لو بتحبوها بقى ان هي تبقى طرية قوي ممكن انتوا تزودوا لها كمية شربات اكتر من كده، بس ده برضو هيأثر على التسكير بتاعها او هيخليها حلوة بزيادة. انا بالنسبة لي كده كمية الشربات يا دوبك كده رشة خفيفة فوق وتحت تبقى مظبوطة معايا، تبقى الكنافة بتاعتي مقرمشة وطرية في نفس الوقت. واسيبها تهدى وبعد كده بقطعها. ممكن بقى تزينوها بأي شكل تفضلوه، انا حطيت عليها شوية من المكسرات، وده كده بيبقى شكلها بجد، شكلها وطعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم بحبها تبقى مقرمشة وطرية في نفس الوقت. لو حد بقى بيحبها طرية قوي ممكن ان هو يزود لها الشربات اكتر من كده. لو حد بيحبها يعني متماسكة اكتر من كده برضو، كل حاجة تبقى في ايديكم انتوا تزودوا او تقللوا. كمان السكر بتاع الحشوة برضو على حسب تفضيلكم. لو حد كمان ما بيفضلش طعم الكاستر ممكن يعمل الكنافة بالقشطة اللي عملناها مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعها في اعلى الشاشة وفي صندوق الوصف. بجد كنافة طعمها حلو قوي وشبه الكنافة بتاعت زمان كده. كنافة بالكاستر دايما بتفكرنا بالكنافة اللي كانت امهاتنا بتعملها لنا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم ويكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوه لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.